ازاي تعرفي انك بقيتي كوين، بقيتي ملكة؟ ازاي تعرفي انك وصلتي للليفل ده، وصلتي لليفل الروقان؟ ازاي تعرفي انك نضجتي كفاية؟ ازاي تعرفي انك اتعلمتي كفاية قوي في الدنيا دي؟ في المرحلة دي انت بتختاري انك تبقي سعيدة مهما يحصل حواليكي. ومش سعيدة قصدي انك بتضحكي وسعيدة من بره، لا، انت فعلا سعيدة ومبسوطة من جواكي وراضية جدا مهما كانت الظروف اللي حواليكي. هتعرفي كمان انك بقيتي ملكة لما تكوني بتتكلمي مع حد وتلاقيه عمال يكذب ويحور، وانت عارفة ان هو بيكذب وبيحور، بس هو بيكذب وبيحور في حاجة مش هتضرك. فهتلاقي نفسك بدل ما انتي كنتي بقى بتقاوحي وعايزة تبيني له ان هو كذاب، هتلاقي نفسك لا، عادي خالص، انتي بتبتسمي والدنيا حلوة وبتعدي الموقف خالص ولا فارق معاكي. من الاخر كده هتكبري دماغك. ليه؟ لانك اكتشفتي مع الوقت ان البشر بتكذب لأسباب كتيرة، فانت المهم عندك ان هم بيكذبوا لأسباب تخصهم هم، ما تخصكيش انتي. فطالما الكذبة دي مش هتضرك في حاجة ومش هتأثر عليكي في حاجة، فعادي يا عم، اكذب براحتك وانا هريحك وابين لك ان انا مصدقك. هتلاقي نفسك خلاص وصلتي لمرحلة التفويت. بتفوتي عشان اولا انتي مش عايزة تضايقي نفسك، ثانيا انتي مش عايزة تضايقي الشخص ده، مش عايزة تحرجيه، مش عايزة تفهميه وتبيني له انك فاهمة انه كذاب. هتعرفي كمان انك خلاص وصلتي للمرحلة دي لما تحصل في حياتك حاجات واو وتحفة كتير قوي ومحدش عارف عنها حاجة. انتي كنتي في الاول لما تخرجي تسافري تروحي تيجي تعملي تنزلي على الفيس والناس كلها تعرف، دلوقتي لا، بقيتي بتتبسطي وبتعملي كل حاجة من غير ما حد يعرف عنك حاجة. هتوصلي لمرحلة انك هتبقي مقتنعة جدا ان الدنيا بتبقى احلى بكتير قوي طول ما الناس مش عارفة عنك حاجة. حياتك الشخصية وتفاصيلك محدش يعرف عنها حاجة، ومهما توصلي لحاجات حلوة في حياتك انتي مش عايزة تبهري حد خالص. ومش عشان بقى انتي خايفة من الحسد والكلام ده، لا، انتي خلاص وصلتي لمرحلة ان انتي خلاص ما بقيتيش عايزة تبهري حد، انتي كل اللي يهمك نظرتك لنفسك وبس، والدنيا هتبقى بيس طول ما الناس مش عارفة انتي بيحصل ايه في حياتك. فمن الاخر كده ما تحاوليش تبهري حد خالص. هتعرفي انك بقيتي ملكة لما حد يجي يقولك كلمة تأذيكي او يعمل حاجة تضايقك، فساعتها مش هتعملي اي حاجة غير ان انتي تطلعيه من حياتك على طول. بتطلعيه من حياتك لو انتي تقدري ان انتي تعملي كده، بتطلعيه على طول من غير ما تفكري، يلا باي باي، من غير حتى ما تتكلمي، طلعيها من حياتك تماما، اسحبي نفسك ومع السلامة. وبعد كده بقى شوفي انتي عملتي ايه غلط في الموضوع ده وما يتكررش تاني. لازم تتعلمي من اللي حصل ده، اللي حصل ده ما يعديش كده، وتحمدي ربنا جدا ان هو بيكشف لك الامور بوضوح كده. هو ربنا بيكشفها لك عشان ما يبقاش ليكي حجة. وحاولي على قد ما تقدري لحظة الغضب او الزعل ما تاخديش اي اكشن، ما تعمليش حاجة تخليكي تندمي بعد كده، لان اكيد اي فعل او كلمة هتاخديهم وقت الغضب اكيد هتندمي عليه. فالافضل انك بتنسحبي وتقفلي الباب ده خالص وما يتفتحش تاني. هتعرفي انك وصلتي لمرحلة الروقان وبقيتي ملكة لما تبطلي تستعرضي ان انت عارفة كل حاجة. حد مثلا قالك معلومة وانت عارفاها فبتسمعي له، تسمعي كويس قوي وكأنك مش عارفة حاجة، مش تقعدي بقى تكسفيه وتقولي له لا انا عارفة اللي انت بتقوله ده. ما هو لما حد بيجي يقولك معلومة يا اما بيكون عايز يساعدك يا اما بيكون عايز يستعرض عضلاته ويقولك انه جامد. فانا ليه ما ادلوش الفرصة انه يبين فيها انه جامد؟ ليه انا اكسفه واقول له ان انا عارفة اللي انت بتقوله ده؟ ليه؟ هستفاد ايه المشكلة لما حاسس اللي قدامي ان هو ضاف لي حاجة؟ لا بالعكس، اشكره ان هو قال لي المعلومة دي وخليه مبسوط من جواه ان هو عمل حاجة كويسة. وانتي برضو خلي بالك لما هتسمعي للي قدامك هتفتحي لنفسك باب
انت اكيد ما تعرفيش عنه حاجة، لان انت لما بتبيني للي حواليكي انك عارفة كل حاجة وبترفضي المساعدة بتقطعي رزقك، لان انت مهما اتعلمتي فبرضه في حاجات كتيرة قوي انت لسه ما تعرفيهاش. وكل انسان في الدنيا دي مهما كان هو مين يعرف حاجات انتي اول مرة تسمعي عنها وما تعرفيهاش. فلما تفتحي الباب انك تسمعي وانك تدي فرصة للي قدامك ان هو يتكلم، ممكن الشخص ده يقولك حاجات تختصر عليكي سنين وقيمة الحاجة دي تبقى كبيرة جدا عندك. هتعرفي انك بقيتي ملكة لما تقدري قوي قيمة راحتك النفسية وراحة البال. لما تعرفي معنى انك تحطي دماغك على المخدة كده بالليل تنامي من غير ما تفكري في اي حاجة، هتوصلي لمرحلة انك بقيتي بتقدري قيمة راحة بالك دي قوي. كل ما هتكبري هتقدري قيمة الاهتمام والطاقة، دايما هتقولي حرام اضيع طاقتي دي على حاجة ما تستاهلش. هتوصلي لمرحلة ان دماغك دي متكلفة قوي، مش اي حد معدي كده هينرفزك. دماغك وراحتك وصحتك النفسية رقم واحد عندك. وعايزة اقولك انك لازم يبقى عندك حتة مهوية كده في دماغك عشان ما يحصلكيش حاجة. خلي في حتة كده مهوية بتطلع كده اي غليان كده وافكار وحاجات دايرة جوه. لازم يبقى عندك الحتة المهوية دي، لو ما عندكيش الحتة المهوية دي هيحصلك حاجة. هتعرفي انك بقيتي ملكة لما تلاقي اي حد عايز يكسب محادثة او جولة هتخليه يكسب بمزاجك. هتمشي في الحياة بشعار انت صح، لان انا اصلا مش عاوزة ابقى صح. انا يا سيدي عايزة ابقى في سلام نفسي مع نفسي، فاكسب انت وانا مش عايزة اكسب وانت صح. هتعرفي انك بقيتي ملكة ان مهما كنتي انت حاسة بايه ومهما كانت الظروف اللي حواليكي فانتي مكملة. انتي مكملة وبتعملي حاجة وبتخلصي اللي وراكي مهما كانت الدنيا حواليكي عاملة ازاي. ما بتستنيش ان انتي لما يبقى مزاجك رايق ومودك حلو عشان خاطر تعملي الحاجات اللي وراكي. انتي مش مستنية الظروف تبقى كويسة عشان خاطر تكملي، لا انتي مكملة برغم كل الظروف اللي حواليكي، وبتزقي نفسك دايما برغم كل اللي انتي فيه. بتستعيني بالله وماشية ومكملة في طريقك، وعارفة ان انت طول ما انت في الطريق الصح بإذن الله هتوصلي، ومش مستنية هتوصلي امتى. انت بتعملي اللي عليكي وبس. وسواء بقى انت ليكي نفس او مالكيش نفس انت مكملة، مش بتمشي حسب مودك. ومش لازم تبقي سعيدة او يكون في حد بيحفزك او حد بيشجعك عشان تعملي حاجة، لا انت بتعملي الحاجة دي ومستمرة عليها مهما كانت الظروف. فانت بتوصلي لمرحلة انك بتاخدي اكشن من غير ما تستني المود الصح ولا التوقيت الصح. فلو بتعملي اي حاجة من الحاجات دي فبرافو عليكي، انت ست قوية. ولو بتعمليهم كلهم فانت كوين. وبس كده حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد. باي باي.